طيب اكتر من حد قال لي اتكلم عن موضوع يوسف الشريف والمليون جنيه اللي هو عملها في 28 او 29 يوم. بصوا يا جماعه، يوسف قال ان هو عمل مليون جنيه على شوبيفاي وما قالش انا عملت بروفيت مليون جنيه، فخلينا نصحصح في الكلام. دي حاجه. الحاجه الثانيه، يوسف عنده فيدباك اصلا، مش بيجرب الموضوع من الاول خالص يعني فروم سكراتش. لا، هو اوريدي عنده منتاليتي وعنده نو هاو معينه استخدمها في البروجكت بتاعه. النقطه بقى المهمه جدا واللي عملها يوسف بشطاره جدا، برافو عليه قوي قوي، الستوري تيلينج. يوسف استخدم الفن الخاص بالقصه وربط كل الناس بيه وخلى الناس كلها تبقى معاه وبتشجعه، ومش بعيد كمان تكون ده اثر في المبيعات، ففي ناس اشترت عشان ده تحفزه وهكذا. فربنا يوفقه ويكرمه، شاب مجتهد شاطر، برافو عليه. وده اللي احنا بنهاتي فيه مع الناس. يا جماعه ستوري تيلينج، يا جماعه احكوا قصتكم، يا جماعه اتميزوا بالقصه، اتميزوا مش بالمنتج، اتميزوا بالروح اللي بتعملوها ورا البراند بتاعكم. قصه تاسيس البراند نفسها جامده جدا، الفكره دي اتكررت كتير. واللي جاي على فكره انا بقولها لكم اهو، اللي جاي زمن التاسيس اونلاين. يعني حضرتك اسس البراند بتاعك بكل حاجه، بالتعثرات بالنجاحات بكل حاجه، اعملها اونلاين قدام الناس كلها، وده اللي جاي. ولو اخرت ما تزعلش بقى ان الناس سبقتك، تقعد تقول ده عمل وده ما عملش وده مش عارف ايه. لا، اتحرك وابدا ونفذ، وتوفيق للناس كلها.